سلام، واش راكم صاحبة؟ اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم هذه الوصفة الرائعة، وصفة لي زاموندين بنوات كوكو. بزاف هايلة وبزاف بنينة. جربوها وراني عارفة كامل راح تعجبكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسونيش حبيباتي بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة نبداو بالحشو، راح نحتاجو 3 بيض، كاس سكر ناعم، كاس نوات كوكو، جوز الهند، وعندي عطر الليمون، و125 غرام تاع زبدة اللي تكون بحرارة الغرفة، ومغرفة كبيرة تاع لافاني. راح نجيب ريسيبيون ندير فيها البيض، وندير رشة تاع الملح والسكر الناعم مع لافاني، وراح نزيد عطر الليمون. يعني كما نعرفوا نواه كوكو يتمشى بزاف مع الليم. نخلطوهم بالباتور حتى يتضاعف الحجم تاعه ويولي ابيض، يعني راح يتغير اللون تاعه. فوالا كما راكم تشوفوا. راح نزيد الكاس تاع جوز الهند، نواه كوكو، ونكمل نخلط. بعد ما يتجانسوا كامل هادوك لي زانغريديون، راح نزيد المارغرين اللي تكون بحرارة الغرفة، ونخلطوهم مع بعض حتى تدخل كامل هذيك الكمية تاع المارغرين مع الخليط. راح نتحصلوا على هذا القوام، يعني راح تشوفوه شوية سائل. مي يعني نجاح هذه الوصفة خلوه يريح ساعتين باش يعني شوية يتقل معاكم ويجيكم شباب. هنايا راح ندير 2 مغارف كبار تاع مارغرين تكونوا بحرارة الغرفة، مع ربع كاس تاع زيت، و2 مغارف كبار تاع سكر ناعم سكر غلاس، مغرف صغيرة تاع لافاني، ونخلطوهم كامل مع بعض بالباتور حتى نتحصلوا على بوماد، يعني على كريمة. راح نزيد عليها حبة تاع بيض ونكمل نخلط، وراح نجمع بالفرينة اللي تكون منخولة. هذا هو الكاس الأول، مع رشة خميرة كيميائية، يعني ما تكتروش. ونخلط كمرحلة أولى بالباتور حتى ندخل كامل هذيك الكمية تاع الفرينة في الخليط، ونزيد الدفعة الثانية من الفرينة، ونجمع بيديا. ديروها تدريجيا باش تتحصلوا على عجينة تكون طرية، يعني ما تقصفوهاش باش ما يجيكمش الكاطو تاعكم قاصح. فوالا، ونتجمعوا بالأصابع. هنايا بعد ما جمعتها راح نديرها في بابي سيلوفان ونخلوها تريح ربع ساعة ونخدموا بيها. بعد ما ريحت العجينة أنا راح نستعمل هادو ليمول تاع لي طاغتولات، بصح لي يكونوا صغار، يعني ما ديروهمش كبار. راح نجيب شوية من العجينة ونكورها ونحطها في الليمول. انا هادو ليمول تاوعي ما يلصقوش، يعني اذا تاوعكم يلصقوا ديروا لهم الزبده ورشوهم بالفرينه، ونبقى نمشي فيها بهذا الشكل، ونحي هادوك الزوائد اللي من الفوقه. ضغطوا عليها غايه من الاطراف باش ما يهودولكمش في الفوق. فوالا، وراح نكملهم كامل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنايا عندي كونفيتور تاع مشماش، راح ندير شويه في الوسط، يعني راح تكون كطبقه اولى، والكونفيتور يكون شويه حاكم روحه، يعني ماشي من هذاك اللي يكون سائل بزاف. وهذا هو الحشو تاعي بعد ما ريح كما راكم تشوفوا ثقل. راح نديره في لابوش ونبقى نعمر فوق هذاك الكونفيتور بهذا الشكل. ما تعمروهمش بزاف باسكو يفيضوا لكم. كما راكم تشوفوا هنايا عندي لوس ايفيلي، راح نديره من الفوقه. ديروا طبقه مليحه، يعني غطوا كامل هذاك الحشو. وتقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي، وراح نديروهم في البلاطو تاع الفول وندخلهم للفول اللي راه مسخن مسبقا على درجة حرارة اللي تكون متوسطة حتى يطيبوا يدوا اللون الذهبي. وهنايا بعد ما خرجتهم من الفور كما راكم تشوفوا راهم بيان دوغي طابوا معايا غاية. راح نحيهم ليمول، راح يتنحوا فاسيلمون. كما راكم تشوفوا راهم يعني طايبين غاية. انا نبغي نطيب الكاطو غايه باش يجي بنين. وهنايا من الفوق راح نطليهم بالكونفيتور ولا ديروا لهم ناباج باش يعطيكم هذيك لا بريونس. وراح نزين بالسوريز، هنايا كرز مصبر. وراح ندير هادو الاعواد تاع الكرز كلمسات، يعني هادو اللمسات هما اللي يعطوا فارق للكاطو تاعنا ويجيكم بزاف يعني بريزونطابل هايل.
ونحط الكاطو تاعي في لي كيسات، يعني هادو الإضافات هما اللي يزيدو يزينو الكادو. يوالم بزاف العرضات، العراس، الفيونساي، بزاف بزاف هايل. وهذا هو الجاتو اللي حضرته لي نهار اليوم، صدقوني قد ما نشكرو قليل فيه. هايل هايل هايل. ان شاء الله راني عارفه راح تجربوه وراح يعجبكم اكيد. شوفوا يعني من الداخل يجي بزاف معسل. وهنا كيما الحشو تقدروا ديروا كاس تاع كاوكاو ولا كاس تاع لوز في بلاصه نواة كوكو، يعني اللي ما يكونوش يحبوا نواة كوكو. راح نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. كما راكم تشوفوا يعني السكين يدخل فاسيلمون. فوالا كيفاش يجي من الداخل هذاك الكونفيتور وهذيك الطبقه تاع النوات كوكو تاع الحشو، هايله هايله هايله. ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم وان شاء الله يكون افادكم ولو بالقليل. اذا عجبتكم الوصفه حبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك واللايك. في امان الله، سلام.